من رابطة أبناء الشام التنموية، فنحن حريصون جدا أن نسمع من المسؤولين عنها وأن نفتح آذاننا صاغية لمعرفة دهاليز أعمالهم وجهودهم المباركة بإذن الله. كلمة أبناء رابطة الشام التنموية يلقيها نيابة عنهم الشيخ محمد الباهلي. تحية قبل الكلمة وبعد الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ماذا عسى مثلي أن يقول في مثل هذا الجمع المبارك؟ زواج ابنتي بعد رمضان بإذن الله تعالى، ففرائصي ترتجف وهو بعد رمضان وهي واحدة، فكيف ب50 من أبنائي سيتزوجون هذه الليلة و50 من بناتي سيتزوجن هذه الليلة؟ حقا ويرى الإخوة أنني فتحت جهاز الحاسب أريد أن أحضر لكلمة، وقلت والله لا أريد أن أصفصف الكلام وأنمقه حتى يقال ما أعذب كلامه وأنه من أهل الفصاحة. قلت بل سأطلق العنان لقلبي حتى يحرك لساني فيقول، وأصدق به بإذن الله تعالى، ولا أخالف ما في قلبي من حب لهؤلاء الشباب، وأعبر عن فرحتي في هذا اللقاء المبارك بهذا الزواج المبارك. وإن كانت من جهود فهي والله جهود مباركة من رجل ألقى بهذه المبادرة وقدم لنا المال وقال أريد أن تزوجوا من أبنائي في الشام، زوجوا ما تستطيعون. ثم لم يترك بعض الأخوة هذا السهم المبارك إلا أن شاركوا فيه، فقدموا ما يستطيعون أيضا حتى وصلنا إلى هذا العدد المبارك. ونتمنى والله أن لا يبقى شابا ولا شابة إلا وقد عفت وعفوا أنفسهم وتزوجوا وسعدوا وكونوا أسرة مسلمة تكون ذخرا لهذا الدين وتكون في حمى أو لحماية دين الله عز وجل. الإخوة في رابطة أبناء الشام ما هم إلا وسيلة من أجل أن يرسلوا هذه البسمة على وجوه الآباء حتى يفرحوا بأبنائهم، وأسأل الله ألا يحرمهم الأجر وأن يديم هذه الفرحة على أهل الشام وغيرهم من أهل الإسلام، وأن يعجل بالنصر لإخواننا في أرض الشام المباركة، وأن نرى مثل هذا الحفل المبارك على أرضكم المباركة. والله لا أغفل ولا أنسى أيها الأحباب أن أرض تركيا وأهل تركيا قد أكرمونا أيما إكرام، قد أكرمونا بأن احتوونا، وأن أكرمونا بأن كانوا صدورا حانية على مثل هذه القضية المباركة، فكانوا خير نصير ومعين، فبارك الله لهم في بلادهم وفي أموالهم وفي أمنهم، ونسأل الله أن يحفظها دولة على دين الإسلام وعلى شريعة الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذه الجهود عامة، وأن لا يجعل حظنا من هذا هو مجرد الثناء، وأن يكون حظنا نحن وإياكم أجمعين حظنا عند الله عالية وفي درجات العلا في جنات النعيم. رابطة أبناء الشام ولله الحمد وفق الله القائمين عليها أن استعملهم الله سبحانه وتعالى لدينه ولخدمة دينه. أرض الشام الذي أعرف عن كل من في رابطة الشام، رابطة أبناء الشام لم يطؤوها من قبل، ولكن ولله الحمد الآن وطؤوها نصرة لإخوانهم وتأييدا لإخوانهم ووقوفا بجانب إخوانهم من أجل قضية واحدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. اجتهد الأخوة، علموا شباب أهل الشام بمركز كوادر في مسارين، مسار الدعاة ومسار طلاب العلم، وكفلوا أيتام الشام بل وعلموهم وقاموا على رعايتهم رعاية تامة في برنامج رياحين الشام. والآن مثل هذه المبادرة أيضا التي
لن تكون فقط هي ليلة واحدة ثم تنتهي، سيكون بإذن الله. ونحن نعدكم بحول الله تعالى ونعد معاليسنا وأهل الزواج وهم الأقمار الذين الآن نفرح بهم وهم نور هذا الحفل. نور هذا الحفل نعدهم بأن لا نقف عند هذه الليلة فقط، وسيستمر الدعم لهم بحول الله تعالى حتى يشتدوا على أعوادهم بإذنه تعالى وهم مع أهلهم. ولا أقول ختاما في كلمة هذه إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جديد نرحب بكم